الخبر اللي جاي ده على عهدة موقع في الفن، على عهدة مصادر الموقع، ولو صح فعلا يبقى احنا غالبا بنجيب ورا وبيتدحضر بينا الحال، ويا خوفي لنكون رايحين إيران، أفغانستان، يعني الحتت دي. الخبر بيقول إن الدكتور سامي الشريف رئيس الإذاعة والتلفزيون أصدر قرارات شفوية لرؤساء قطاعات التلفزيون والقطاع القنوات المتخصصة بأنهم يراقبوا المواد الفيلمية، سواء الأفلام القديمة أو الجديدة، سواء الأفلام العربي أو الأجنبي اللي بيتم عرضها على شاشة التلفزيون، ويحذفوا كل المشاهد اللي فيها أحضان أو قبلات. خلونا نتأكد الأول من صحة الخبر من الأستاذة ياسمين السماحي رئيس تحرير موقع في الفن. مساء الخير يا أستاذة ياسمين. مساء الخير، ازي كريم، أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير. ياسمين، أنا مش هسألك طبعا مين مصدرك، لكن هسألك إلى أي مدى هو مصدر مطلع وموثوق فيه؟ طبعا ده أكيد، احنا مش هننزل حاجة يعني مشكوك فيها. طيب الخبر تفاصيله إيه تحديدا؟ يعني صيغة القرار الشفوي كانت إيه بالظبط؟ بصي، هو الموضوع زي ما احنا قايلين ان هو الموضوع شفوي، مفيش مذكره، مفيش بيان مكتوب بده. وان القرار اتقال لاستاذه هاله حشيش اللي هي رئيس قطاع القنوات المتخصصه، واستاذه نهال كمال رئيس قطاع التلفزيون، بان هو يتم مراقبه اللي هي الافلام الحديثه او القديمه، حتى العربي او الانجليزي الاجنبي. مش مراقبتها، هيتم منتجها، يعني عارفه اللي هو هيتم قطع المشاهد دي، لان الافلام دي اتعرضت كتير عندنا قبل كده طبعا على القنوات بتاعتنا. فهي الفكره ان العمليه دي اساسا هتتكلف كتير جدا، فان هم هيجيبوا كل الافلام اللي اوريدي اتعرضت اساسا وهيمنتجوها تاني، وهيشيلوا منها اللقطات اللي هي اللي بيسموها اللقطات الحميميه بالنسبه لهم، اللي هي القبلات والاحضان. بس مش هي دي اللقطات الحميميه، يعني حتى وصفها بالحميميه مش مظبوط. موصوفه بالحميميه، بس احنا حاولنا ان احنا نوضحها اكتر للناس ان هي التفصيل بتاعها القبلات والاحضان، هو قالها كده حرفيا يعني. طب القرار ده الشفوي ده كان مسبب باي اسباب ولا هو كده وخلاص؟ بصي، هو في اقاويل كتير، بس انا مش هقدر ان انا اتكلم عنها لان انا ما عنديش حاجه بتؤكد ده، بس يعني هي اكيد ليها اسبابها وليها مخاوفها وليها اهدافها يعني اسباب اخلاقيه ولا اسباب دينيه ولا اسباب؟ هي يعني بصي، برضو انا ما عنديش حاجه بتؤكد، لكن هناك ما يتردد بان هي يعني اتجاهات قد تكون دينيه شويه. ربنا يستر. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا ياسمين السماحي رئيس تحرير موقع في الفن. احنا حاولنا نتصل بالدكتور سامي الشريف، ما بيردش على تليفونه. اتصلنا بمدير مكتبه فقال انه للاسف الشديد في اجتماع، لكن احنا مش بس حق الرد مكفول ليه، احنا عايزينه يجاوبنا يعني الاسباب ورا القرار ده ايه، هيتكلف قد ايه وليه اصلا. يعني احنا تربينا على الافلام دي سواء القديمه او الجديده وما كانش فيه اي مشكله. هو اللي لازم يحصل، اعتقد النظام ده لازم يكون عندنا في مصر، هو نظام مش عارفه بقى يعني ايه بالعربي، ريتنج، يعني انه يبقى تتصنف الافلام والمواد المعروضه وتتقيم بحيث نبقى عارفين الفيلم ده للكبار فقط ولا ممكن الصغيرين يشوفوه من سن كام لسن كام، وبس مش عشان الاحضان والقبلات، علشان لو في مشاهد عنف، لو في مشاهد رعب، كل دي يعني حاجات بتدخل في عمليه التقييم. واعتقد ان احنا من هنا ورايح لازم يكون عندنا النوع ده من التقييم، لكن قص وجزر كده من بدون يعني اسباب او اي معايير علميه ثابته، ده شيء هيودينا بجد ايران وافغانستان، يعني كفى الله الشر.